أحبابي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقناة عماد المهدي سلام الله عليه تقدم لكم هذا البرنامج الجميل والذي يقدم من هنا من عندنا مع المهدي والشباب في الحسينية. ندخل في قصة من قصص ألف ليلة وليلة. كنت مرة ذاهبا إلى مسجد الأموي. نعم، كنت أزور ذاك، فقال لي، أتاني شاب وأمسك بيدي. أحبابي، لقد أمسك بيدي وقال: هل تعرفني؟ قلت له: لا. فجرت جبهته. نعم، أعجبكم. المهم قال لي: غمض عينك. أحبابي، عندما قال لي غمض عينك لقد خفت والله، ولكني غمضت عيني وإذ أنا، فقال لي: فتحها. وعندما فتحت عيني وإذا أنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصليت ركعتين وسلمت عليه وقال لي: غمض عينك. وأغمضتها وفتحت عيني بعد ذلك وإذا أنا في مكة. في مكة يا جماعة الخير. فعندما أحرمت الصفا والمروة والمسعى ومزدلفة ومنى القائمة تطول، كنت أعتمر يعني. قال لي: غمض عينك. فقلت له: لا، نشتري سوفيا. فرحنا وغمضت عيني واشتربنا سوفيا ورجعنا، وبعد ذلك أغمضت عيني وفتحتها وإذا أنا في القدس. نعم، وكلما قال لي: غمض عينك، فتح عينك، غمض عينك، فتح عينك، غمض عينك، فتح عينك، وإذا أنا في أماكن عدة. لماذا؟ لماذا؟ ببركة آل البيت. هؤلاء هم بركة، بركة. نحن الشيعة بركة، بركة عليكم. نعم، وعلى أشكالكم. نعم، وعلى أشكالكم. نأخذ اتصال ونقول: الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك يا شيخ؟ أبيض النيل. بخير يا شيخ، ما شاء الله ما ازددت الا بياض يا شيخ. نعم نعم، نور الايمان يا شيخ. نعم، الكريمات ما يا شيخ، اريد منك يا شيخ كلمة تقولها للناس هاي اللي تدعي الفن، يعني كل منو ماسك عودة ويعزف، كل منو صار مغني، كل من صار ينشد، ماكو تطور على اذن هاي رنانة. الردود ليس معه عود. نعم يا شيخ، فاريد لك توجه كلمة لأجل هاي الناس، يعني نريد الشيعة أن يكون مثال في الفن، مثال في المسرح، في الغنى، وإحنا عاد أصواتنا معروفة. أوه، معروفة بالنشاز يا حبيبي. اسمع، إلى متى ونحن معاشر الشيعة، أقلة الشيعة، قليلون الشيعة، نبتعد عن هذا الفن؟ لابد أن تكون في حياتنا موسيقى، نغني، ندندن. نعم، ويكون لدينا فقيه في الموسيقى، فقيه في المسرح، فقيه في القصة، فقيه في الكتابة، فقيه في الرذيلة، فقيه كما. نعم، نحن متنوعون. لماذا لا يكون لنا فقيه في ذلك؟ ومتى يأتي الزمان الذي يتساوى فيه الخارج من المسجد والخارج من السبيلين، أقصد من المعهد الموسيقي، كلهم سواسية؟ نعم أحبائي، إن الذي يدق عود واسمك ودمي وعلم سنندي حبيبي، نعم، يذهب إن شاء الله تعالى. ترى هو بدرجة الذي يصوم ويقوم الليل كله، هذا الذي يدق العود. نعم، والعود، الطبل، الدفوف، الورق، البيانو، التميغو، شميلو، كلها إن شاء الله سيكون لها فقهاء، كما أننا في الحسينيات ومع الزينبيات فقهاء. وقناة المهدي سلام عليك. كنت يوم من الأيام في المسجد الأموي في الشام عند مقام رئيس الحسين سلام الله عليه. موجود أنا مقام رئيس الحسين، أكثركم الزائرين. اجاني شاب، هذا الشاب أخذ إيدي قال: غمض عينك. غمضت عيني،
بعد لحظات فتحت عيني، قال افتح عينك. فتحت عيني، قال انت وين؟ قلت ها مسجد رسول الله. لا احنا بالمدينه. قال زر رسول الله. زرت رسول الله وصليت ركعتين. قال غمض عينك. غمضت عيني. افتح عينك. وين انت؟ انا في مكه. في مكه احرمنا، خلصت مراسم الاحرام. غمض عينك. تفتح عينك. غمض عينك. تفتح عينك. انا وين؟ مجتمعنا من التطور بحيث يحتاج الى مقطوعات موسيقيه، من التطور يحتاج الى قصص، من التطور يحتاج الى مسرح. هذه دلاله على التطور. اذا ماكو مسرح، اذا ماكو موسيقى، اذا ماكو قصه، اذا ماكو لوحه، مو معناته المجتمع متحضر. المجتمع يتركك يروح للثقافه التي لها موسيقى، الثقافه التي تلبي حاجاته، تشبع حاجات. وأنا أقول بالحوزة نحتاج إلى فقيه موسيقي الآن، إلى فقيه مسرحي، إلى فقيه سينمائي. يعني أصبحت هذه من العلوم من التطور والدقة. الحامل للعود المؤمن كالحامل للمسبحة وكالمنتهي من صلاة الليل. إن شاء الله يجي يوم العقل الشيعي يتغير، يشوف اللي جاي من المسجد واللي جاء من معهد الموسيقى، الاثنين المؤمنين يجوز على درجة كبيرة من ولا شيعة أمير المؤمنين وسيد الوصيين الذين يؤمنون بالحجة بن الحسن أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. قد انفتح بفضل الله جل جلاله باب السفارة للإمام المهدي عليه السلام، وجعلني سفيرا له، وقال لي أنت الآن سفيري، ووقع على ذلك بالدم. أقعد.